الاطفال بيلبسوا الاكل قبل ما بياكلوه، بيلبسوه خلاص. الطفل يمسك الاكل يحطه في مناخيره، يحطه في عينيه، في شعره، يعني يوسخ الحيطه، بعد كده الارضيه، وبعد كده يقول لك ايه، طب ما نيجي ناكله بقى، والله تعالى ناكله، والله ده حلو. خلاص ايه اللي بيحصل بقى؟ خلاص الامهات اللي هي النظافه اهم حاجه وبتاع كده كخ كده عيب، لا 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 حاسب، لا 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 نغلط، يقول لك بس يا عم والله العظيم ايه ده، ايه الحاجه اللي كل شويه ناخد عليها الزعيق دي، مش واكلين خالص. فانت لو سمحت اعملي تجربه جميله مع الاكل عادي. شفت الناس كده هوت، يعني الاثنين اللي بيحبوا بعض يقعدوا يغرقوا بعض بالاكل، اعملي كده هوت، خلي الطفل يمسك الاكل ويهزر مع باباه ويحطه في عينيه ويحطه في وشه، نجيب سجاده او نجيب مات كده هوت على الارض، يعمل اللي هو عايزه. خلاص احنا لسه بننقل له تجربه الاكل، فهتعملي تجربه اكل كويسه، يا اما هتعملي تجربه اكل وحشه، هيفضل طول عمره طفل انتقائي عايز بطاطس محمره ومش واكل مش واكل مش واكل، لان احنا السبب اللي عملنا له تجربه سيئه. بشوف حالات كتير ولما بقول لهم ياكل اللي هو عايزه وما ياكلش اللي هو عايزه، ما نغصبوش على الاكل، نستمتع، الاكل ده متعه، الاكل ده مرح، تفرق معاهم جدا وبيتحسنوا، وبشوف نتائج كويسه جدا بعد ما الامهات بيفهموا الموضوع دوت. فلو سمحت خلي طفلك يستمتع بتجربه الاكل.